ترامب الوحش الأحمر المذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، وأقوى علامة مذكور عنه إنه بيتكلم بالسلام للشعوب، وهيقوم يبذر حروب يوم القيامة عند موضع القدس المقدس، لأن بيقولك وتقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الركس المخرب. ترامب بدعمه إلى إسرائيل ونتنياهو هيعمل تغيرات ديموغرافية في الموضع المقدس، وهذه التغيرات الديموغرافية مكتوب عنها في نبوة تانية أيضا من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. إزالة المحرقة الدائمة يعني إغلاق باب الرحمة والناس مش هتقدر تتوب بعديها. إقامة ركس المخرب ده تغيرات ديموغرافية عند المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، هتسبب بعديها ان العالم مش هيستمر 1290 يوما، يعني العالم مش هيستمر 1290 يوما. بيقول لك ايه بقى؟ ويفعل الملك كإرادته، بيتكلم هنا عن الرئيس ترامب، ويفعل الملك كإرادته ولا يبالي بآلهة أبائه، يعني ما بيباليش بالله، ولا بشهوة النساء، يعني شهوة النساء ما بتشغلوش. يعني ايه؟ يعني يعرف يسيطر على نفسه لدرجة ان هو ما بيشغلوش حاجة، يعني بلا روح. حلو الكلام. ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه أباؤه يكرمه، ويبذر بين الشعوب غنى ومجد، ومن يعرفه يزيد مجدا ويسلطه على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. انت هتلاقي ترامب عمال يقول اخد بنما، اخد كندا، اخش اوسع أرض إسرائيل، يقسم الأرض أجرة. طب الكلام ده هيبتدي ويحصل ازاي؟ بص يا سيدي، الشرق الاوسط بتاعنا ده فيه قطبين بيتصارعوا مع بعض، القطبين دول هينطحوا بعضهم بعض بعد ساعات معدودة، وهم فعلا نطحوا بعضهم بعض في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، اللي هم اسرائيل وايران. القطبين دول ضربوا بعض في سوريا وضربوا بعض في لبنان وبيضربوا بعض في اليمن. وعلى فكرة اليمن دي مختلفة، لان صاروخ بيطير هنا وطيارة هنا، لو وقعت على مصر، مصر هتخش اللعبة مجبرة، هتسامح مرة واتنين لكن التالتة هتخش. حلو الكلام. الجبهة بقى الكبرى بين إسرائيل وإيران نفسهم هينطحوا بعضهم بعض بطريقة لم تحدث منذ إنشاء الأرض، ودول مش لازقين في بعض حدودهم، دول حدودهم ما بينهم بلاد الخليج والعراق وسوريا وكل البلاد دي والأردن. الحرب الجوية هتخلي كل البلاد اللي ذكرتها لك دي تخش في هذه الحرب الإقليمية. حلو الكلام. إيران حاولت تختل الرئيس ترامب، عشان تبقى فاهم، الرئيس ترامب أول لما يمسك الحكم هيضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وهتتحقق بقى، تتكرر النبوات دي كلها. والنبوات دي بيقول لك ايه؟ بص الملك بيقول للنبي دانيال ايه؟ بيقول له ايه؟ اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر الى وقت النهايه. يعني اختم الكلام ده واختمه الى وقت النهايه. احنا بقى في وقت النهايه ده، جه وقت النهايه، احنا في الاحداث التاريخيه دي. كثيرون يتصفحون والمعرفه تزداد. النبوه دي دلوقتي اتكشفت امامك، ولما بتتكشف بتتفعل، لما بتتكشف اسرارها بتتفعل. الوقت قريب. بيقول لك ايه اللي هيحصل بعد ما النبوة دي تبدأ؟ بيقول لك ان هذا الرئيس، بص بيقول لك عنه ايه؟ والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. هو رئيس تملقات. فوصف النبي دانيال ان هذا الرئيس اللي هو رئيس العالم في اخر 7 سنين في الارض بيتكلم بالتملقات. حلو الكلام. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك يا سيدي ان هذا الرئيس اول لما يمسك هتحصل الحرب الاقليميه الكبرى. ايه هي؟ ففي وقت نهايه يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيره ويدخل الاراضي ويجرف ويطمو. هنا قال لك النبي دانيال انه قسم العالم نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب. ملك الشمال ده كل التحالف الغربي، امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي. ملك الجنوب ده ايران وروسيا والصين. هيحاربوا بعض فين؟ على الشرق الاوسط. هيحاربوا بعض فين؟ على الشرق الاوسط، على الاراضي العربيه والاراضي الخليجيه. فملك الشمال وملك الجنوب هيشتبكوا مع بعضهم بعض، ودي اقوى علامه من علامات نهايه العالم مكتوبه في كتاب النبي دانيال من 2600 سنه. بيقول لك ويدخل الى الاراضي البهيه فيعصر كثيرون. يعني الرئيس ترامب هيجي في الشرق الاوسط يدخل الى الاراضي البهيه فيعصر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده ادوم ومؤاب رؤساء بني عمون. دول الموالين. ما هتلاقي عمان دي ما بتخشش في اي حرب، ملهاش دعوه باللي الدنيا تتقلب في الشرق الاوسط، ما تخشش في اي حرب. ويمد يده على الاراضي وارض مصر لا تنجو. يعني هيحاول يتسلط على ارض سيناء. انت سامع طبعا صفقه القرن ومش صفقه القرن. صفقه القرن دي هتكون تحت تهديد السلاح. حلو الكلام. مش هتكون مع ترامب تحت تهديد السلاح. بيقول لك ايه؟
ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. واللوبيين يعني الليبيين، الحرب الأهلية هتعود تاني في ليبيا. والكوشيين اللي هو السودانيين، هتلاقي السودان دلوقتي فيها حرب أهلية. بص الكلام مفسر نفسه عنده خطواته. وتفزيع أخبار من الشرق اللي هو الصين، ترامب بيكره الصين. تفزيع أخبار من الشرق، فهيضرب الشرق اللي هي الصين، ويخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. يحرم دي معناها الحرب النووية الأولى، إبادة شعوب. وينصف وسطاته بين البحور، يعني ينشر حملات الطائرات بين البحور وجبل بهاء القدس. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، ويكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ إنشاء الأمة. الحرب العالمية الثالثة فيها الله هينزل على السحاب بملكوته وبمجد عظيم علشان يحارب، وهيظهر أمام عيون الناس، وكل المؤمنين بيه هيجيبهم من الأرض ويديهم الملك على كل الأرض. وهيبتدي ملكوت السماوات، الملكوت السابع الأخير، لأنه قال لك وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإزدراء الأبدي. قيامة الأموات، يوم القيامة الشهير. إحنا في الأيام الأخيرة، إحنا في آخر أيام في تاريخ الأرض. الكلام ده كله مكتوب. وبص، ومكتوب إيه؟ مكتوب بالتسلسل. يعني مكتوب إن في رئيس هيجي في آخر تاريخ أمريكا هيعمل كذا كذا كذا، وهتقوم حرب في الشرق الأوسط، وبعديها هيكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ إنشاء أمة، وبعديها يوم القيامة كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. حلو الكلام. هنا بقى النبي دانيال وهو بيسمع من الملاك جبرائيل الرؤية دي سأله سؤال، والسؤال ده في قمة الخطورة. بيسأله عن وقت يوم القيامة، بيسأله عن وقت يوم القيامة. فبيقول له إيه؟ فنظرت أنا دانيال فسمعت الرجل اللابس كتان الذي من فوق مياه النهر بيقول إيه؟ إلى متى انتهاء زمان العجائب؟ يعني إيه إلى متى انتهاء زمان العجائب؟ النبي هنا بيقول إمتى الملائكة مش هتقدر تخش الأرض وتنفذ مهمات بسبب سطوة الظلمات على الأرض. فقال له إيه الملاك؟ قال له إذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس يتم كل هذا 1290 يوم. أول لما يبدأ تفريق الشعب بإيدين الشعب المقدس، يعني ولاد العم يبتعدوا عن بعض، الأخوات تبتعد عن بعض، العائلات تبتعد عن بعض. والعلامة دي ظهرت دلوقتي، العائلات بتبتعد عن بعض. هتتم كل هذا. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة، يعني الناس مش قادرة تتوب، الناس دلوقتي مش قادرة تتوب. تتم كل هذا، إغلاق أبواب، باب الرحمة بيتغلق. حلو الكلام. لا يستمر الأرض والعالم 1290 يوما. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت يا دانيال فاذهب لتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. إحنا في نهاية الأيام دي، إحنا في الأيام الأخيرة. استعدوا للقاء الله إلهكم. دوروا على اللي يشفع فيكم. حط الإنجيل والتوراة والقرآن وابحث عن كوكب الصبح المنير، مخلص العالم الوحيد، ابن الإنسان. إن بحثت عنه بصدق هو هيظهر لك وهيعطيك الحياة الأبدية. استعدوا للقاء إلهكم.